فريق الرجاء عبد الاله مذكور اللي كيدخل في الصمد البدوي. زكريا الهبطي، هناك اصابه ديال عادل الحسناوي، الكره تطبقت بالصدر ديال عادل الحسناوي، الحكم كيوقف اللاعب. نذكر بان الموسم الماضي فريق الرجاء فاز ذهابا وايابا، فاز المغرب التطواني، خصوصا على مستوى تبعد المحاوله. فرصه الهدف لفائده فريق المغرب التطواني. محاوله كانت ممتازه لفريق المغرب التطواني، وتدخل الحارس انس زيتي كانت مطالبه بالخطا ومطالبه بالعمليه. تبعد محاوله زكريا الهبطي في اتجاه لاعب سفيان بجديده، خروج الحارس يحيى الفيلالي. مباراه بدون مقدمات، قبل انه سيعود الدفاع على مستوى وسط ميدان فريق الرجاء. لعبت كره راسيه، تدخل ديال لاعب محمد كمال في الوقت الحكم المساعد رافع الرايه. هناك وضعيه تسلل وخطا لفائده فريق المغرب التطواني. قلت عوده عبد الاله الحفيظي مصدر الجهتين، واللي كيتعتبر كذلك من الاوراق المهمه بالنسبه حاول انه يلعب الكره في الجهه اليمنى. تدخل من طرف انس المرابط. حافظي استرجع كره وشرط لفائده فريق الرجاء. كيلعبوا ثلاث بواسطه زوير الواصلي ومحسن متولي. هذه فرصه لفائده فريق المغرب التطواني. تسديده، الكره مشات خارج ارضيه الملعب، كانت بواسطه لاعب محسن عبا. البحث عن التسديدات من خارج مستطيل العمليات امامنا. هناك انطلاقه، الحكم كان الخطا، الحكم يعلن على الخطا لفائده فريق الرجاء. عبد الاله الحافظي في اتجاه لاعب يسري بوزوق. فرصه لفائده فريق الرجاء، تمريره بالكعب، ولكن الكره كتمشي سهله عند الحارس يحيى الفيلالي. كانت محاوله وفرصه لفائده فريق الرجاء. تمريره في اتجاه لاعب يسري بوزوق، لاعب الجزائري الى جماهير فريق المغرب التطواني. فرصه تمريره دائما الخطوره في فريق المغرب التطواني. تدخل الدفاع، فرصه الهدف تدخل الحارس انس الزيتي. كانت فرصه لفائده فريق المغرب التطواني متواصله، محاوله التسديد ولكن الكره كتمشي سهله بواسطه اللاعب يوسف عربيدي. كان بامكانه يوضع الكره في الشباك. محاوله شكلت خطوره واضحه على دفاع ولا مرمى فريق الرجاء. نتابع من الجهه اليمنى عمل كبير هنا اقرب للمدافع محمود بن تيك، والحكم كان الخطا لفائده فريق الرجاء بضربات جزاء في الوقت لفريق الرجاء. كان عنده مشاركات مهمه فريق الرجاء. محمد زريده، فرصه سفيان بجديده فرصه ممتازه. سفيان بجديده يسدد الكره مرت بالجانب بالقائم الايسر لمرمى الحارس يحيى الفيلالي. نتابعوا المحاوله، استرجاع الكره من محمد زريده ومحمد محمود بن تيك. بالفعل كيتوصل الكره. هذه فرصه لفائده فريق الرجاء. تمريره، تدخل وابعاد الكره من طرف المدافع محمد سعود على الضربات الراسيه. لعبت الكره، فرصه من جمال حركات، والحكم كيقول ضربه مرمى. الحكم كان وعبد الاله مذكور. فرصه دخول داخل منطقه الجزاء، الحكم كيطلب مواصله اللقاء. كان سقوط ديال عبد الاله مذكور، الحكم كان قريب العمليه كيطلب مواصله اللقاء في الوقت اللي عبد الاله مذكور مازال ساقط فوق ارضيه الملعب. اليسرى تبادل المحاوله، ترفع الكره محمود بن تيك. فرصه والحكم كان ضربه جزاء. الحكم يعلن على ضربه جزاء لفائده فريق الرجاء. كانت فرصه بواسطه اللاعب زكريا الهبطي اللي حاول يرفع الكره. كان تدخل الحكم سيتم تاكيده، ولكن ما يمكنش الحكم يخلي هذا الشيء. هناك احتجاجات، هناك حديث، هناك حتى القرار يكون قرار يعني صائب، يمكن يكون قرار المرمى. اذا هشام تمسماني كيقول ما كاينش هناك ضربه جزاء. اذا ما كاينش هناك ضربه جزاء في الوقت يقول ما يمكن انه هناك لمسه الراسيه ديال محمد كمال. الحكم كان خطا لفائده فريق المغرب التطواني. تدخل امام اللاعب محمد رضوان وراء الكره، غيحاول يرفع الكره داخل منطقه الجزاء. لعبت كره ممتازه داخل منطقه الجزاء وخروج الحارس انس الزيتي. انه يكون هناك تدبير معقلا وتسيير معقلا لفريق المغرب التطواني. الجهه اليسرى امام زكريا الهبطي كيتمكن انه يمرر في اتجاه لاعب يوسف عربيدي. هناك انطلاقه، هناك اختراق، دخول داخل منطقه الجزاء في الوقت الحكم المساعد رافع الرايه. الحكم المساعد رافع الرايه امام ساعد التنفيذ. لعبات الكره دائريه راسيه، ابعاد الكره مره اخرى للشرط لفائده فريق الاختيار يكون اختيار صعب على مستوى النتائج. تبعد المحاوله بواسطه يوسف عربيدي، والحكم كان خطا وغادي يكون هناك انذار.
محاولة إخراج الكرة من المناطق جبل الحركات. تدخل من جديد الحكم يعلن خطأ. كثرة الأخطاء في هذه الجولة الأولى. المحاولة من الجهة اليسرى بواسطة اللاعب محمود بن تيك. التدخل الحكم كيقول الزاوية لفائدة فريق الرجاء هي الثانية في هذه الجولة. الكرة من الحافظي، التمريرة داخل منطقة الجزاء ولكن سهلة عند الحارس يحيى الفيلي. محمود بن تيك دخل داخل منطقة الجزاء. محمود بن تيك يحاول يرفع الكرة، ترفعت الكرة والكرة خارج أرضية الملعب. الحكم كيقول ضربة مرمى لفائدة فريق العالم. تبعد الزاوية عبد الله الحافظ، رفعت كرة، خروج الحارس يحيى الفيلي. وكل واحد من الجانب ديالو انه يخدم مصلحه كره القدم الوطنيه كلاعبين كمسؤولين كاعلام كجمهور كمدرب. كل واحد من الفرصه، لعبات الكره دائريه داخل منطقه الجزاء الراسيه من اهولو، فرصه تسديده ولكن مشات بعيده. محاوله وفرصه لفائده فريق المغرب التطواني. التسديده الاخيره من يوسف عربيدي. لعبه جديده للحافظي ممتازه بطريقه فنيه بالكعب. سفيان جديده والكره في الزاويه. يعني فرصه لفائده فريق الرجاء ولكن تابعنا لمحمد كمال. محمد كمال مراوغه ممتازه. هناك خطا بالفعل على مجال مستطيل العمليات. تدخل ديال محمد زريده. هنا التواجد الرضواني. لعبت كره، فرصه، هدف اول لفائده فريق المغرب التطواني. تفدت بشكل ممتاز والكره في شباك الحارس انس الزنيتي. ثاني الحل كان من كره ثابته لعبات بشكل ممتاز. هدف اول لفائده فريق المغرب التطواني وفرحه كبيره لجماهير التطوانيه بهذا الهدف اللي كان اتحاد طنجه بهدف لا شيء. شباب محمديه اللي واجه فريق كره ليسر